انا جايه اسير الجدل النهارده واقول لكم ان احنا هنعمل صينيه المكرونه بالبشاميل اللي شكلها هيجوع دي من غير لحمه مفرومه، مع كامل احترامي طبعا للمكرونه بالبشاميل باللحمه المفرومه. اول حاجه هسمي الله وهجيب معايا كيس مكرونه وهسلقه، وبعد كده هجيب طاسه احط فيها شويه سمنه وثلاث بصلات. ما تستكتروش البصل خالص، وهشوحه كده لحد ما يدبل معايا. بعد كده هضيف عليه كيلو الا ربع من البانيه. انا كل مره بعملها بنص كيلو بانيه، بس الطبق ده كان عندي في الفريزر كيلو الا ربع، قلت يلا بقى ان شاء الله ما حد حوش. حطيت عليه فلفلايه حراقه وفلفلايه رومي وملح وفلفل وبهارات وبابريكا. شوحتهم كده كويس قوي. البصل لما بتكتروه، على سواء بتعمله سجق او لحمه او فراخ، بياخد من طعم الحاجه وبيكتر الكميه. يعني لو حطيتيه على فراخ مثلا، على سجق، على الحاجه اللي انت بتعمليها، هو بياخد من طعمها وبيخليها حلوه قوي ويزود الكميه. البشاميل اللي حطيت معايا 4 معالق سمنه واربع معالق دقيق، دوبتهم ونزلت عليهم ب5 كوبايات من الحليب. والحليب بتاع البشاميل بيبقى حليب بتاع اللبان، مش اللي هو المعلب ده، عشان يديكي كده وش متحمر حلو. وملح وفلفل ومكعب مرقه، وسبته كده لحد ما غلي. انا عامله البشاميل هنا خفيف، لان المكرونه والبشاميل البشاميل بتاعها بيبقى خفيف. حطيت 5 كوبايات لبن. ما عملتهاش بقى بالطريقه المعتاده اللي هي نص كميه مكرونه واللحمه او الفراخ ونص كميه المكرونه، لا، حطيت كميه المكرونه كلها والفراخ وكبشه جبنه كده حلوه والبشاميل. انا عايزه اقول لكم، هي دلوقتي طعمها وريحتها من قبل ما تتحط في الطاجن روعه. حطيت كده طبقه من البشاميل ونزلت بالمكرونه. شايفين البشاميل خفيف ازاي؟ 4 معالق دقيق، 4 معالق سمنه، 5 كوبايات حليب. عايزه اقول لكم كمان ان المكرونه بالبشاميل لما بتتعمل في طاجن او اي اكله بينقلها نقله تانية خالص، بيبقى ليها طعم ومذاق روعه. حطيت فوق الوش جبن وحطيتها على حراره 200 في الرف المتوسط نص ساعه. لو عايزه تعمليها اقل تكلفه، هتعمليها بنص كيلو بانيه وهتستبعدي الجبنه. لو استبعدتي الجبنه بقى، هتحطيها على اعلى درجه حراره، هتقعد معاكي برضو حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع. بس لما بنحط الجبنه ما بنعليش الحراره قوي عشان الجبنه ما تنشفش وتبقى بتمط. شايفين سايحه ونايحه وطعمها يا لهوي، والله العظيم هتجربوها هتدمنوها.